بنت بتقولي أنا محتاجة ضروري رأيك ورأي اللي عندك كلهم في حاجة فيها مصير ليا، وللأسف مش عارفة أخد فيها قرار. للأسف هي بعتالي بقالها فترة وأنا غصب عني لأني الرسائل مش بتوصلني كلها أو بشوفها على فترات. تقولي إن هي كانت مخطوبة لواحد بتحبه جدا وهو بيحبها جدا جدا، وكان بيعمل أي حاجة عشان خاطر يرضيها، بس هو ما بيحبش حد يقوله انت صح او انت غلط، ما بيحبش حد ينبهه لطريقته، حتى اهله وحتى اخواته. وهي كانت دايما بتقعد تقول له غلط، انت من غير اهلك ما ينفعش تعيش، اهلك لازم يبقى لهم قرار معاك، مش هيسيطروا عليك. بس في نفس الوقت في حاجة اسمها صلة رحم، في حاجة اسمها انت لازم تعرف ان انت في حاجات كتيرة ممكن تكون غلط زي ما انت في حاجات كتيرة صح. قالت له عشان خاطر ما اقولش عليه حاجة وحشة ولا اديله حاجة مش موجودة فيه، قالت لي هو كان بيحبني قوي وانا كنت بحبه جدا وكان بيعمل لي كل حاجة انا نفسي فيها، بس للأسف مع ده في حاجات كتيرة قوي هو كان بيضغط عليا فيها. كان من ضمنهم ان هو كانت طريقته صعبة جدا معاها، وكان ماسك عليها قوي، وكان متحكم فيها جدا، ومش عايز حد ليه رأي عليها غيره هو بس. وهي موجودة في بيت أهلها، باباها ومامتها موجودين، لدرجة إن هو كان بيقولها لازم تستأذني مني وانتي طالعة وانتي نازلة حتى لو مع مامتك أو باباكي، ولازم تقولي لي رايحة في المكان الفلاني وهترجعي الساعة الفلانية وتكوني قد كلمتك. فهي كانت بتقول له، قالت لي أنا كنت بعرفه مكاني وكنت بعرفه أنا نازلة إمتى ونازلة الساعة كام احتراما ليه، بس أنا لسه في بيت أهلي وأنا عشان بحبه حابة إن أريحه وأحترمه. وكانت بتقول له كل اللي هو عايزه، بس في نفس الوقت قالت لي كنت بحس بتحكم كبير جدا فيه، وان هو دايما في حاجات كتيره فيها غلط واهله شايفينه غلط، بس هو مش قابل لا كلمه اهله ولا كلمه اخواته، ومش قابل ان هي تقول له اي حاجه على اهله، على الرغم ان هي ما بتذمش فيهم. يعني قليل قوي لما واحده تقول من غير اهلك مش هتسوى، من غير اهلك لازم يبقى لك كيان مع اهلك، او ما يمشوش حياتك، بس في نفس الوقت يعني في ترابط. قالت لي انا اتربيت على كده وعشت على كده واهلي ربوني على كده. قالت لي اللي زاد وغطى بقى في اخر فتره فضل يقول لي انتي ما تكلميش اي حد